بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أول ما ابتدي لازم ابتدي بالجواهر. دول 4 بصلات جواهر، طبعا لما يبقى ب60 جنيه يبقى جواهر، يبقى لازم نبتدي بيه الفيديو ونقول لكم إن احنا عندنا جواهر في البيت يا جماعة. دول 4 بصلات من البصل أبو 25. أنا مرضتش أجيبه ب60 الصراحة، وبركة ربنا هيبقى حلو زي الفل وهيبقى جميل من ايدك انت، هيبقى زي العسل. بس ما تنسوش اول ما تدخلوا تشتركوا في القناه لو كنتم لسه ما اشتركتوش، وتحطوا لي اللايك للفيديو عشان ربنا يكرمنا كده والقناه بتاعتنا تكبر. قطعت فلفل زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. قطعت 3 فلفلات كبار وقطعت 4 بصلات. طب انت بتقطعي فلفل كتير ليه نوجه كده وبصل كتير؟ بقطعهم يا حبيبتي عشان انا كل اللي عندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه، والحمد لله رب العالمين اللحمه بقت ب 300 جنيه، ما بقى عندي ربع كيلو ده انا كده غنيه. تمام. يبقى كده عشان طبعا المكرونه بتاعتي ما تتكلفش كتير. انت ربنا موسع عليكي، وسعيها على نفسك وعلى اولادك وحطي اكتر من الربع كيلو. احنا بندوق عيالنا بس، وببركه ربنا والله تحفه. اتعلمي الطريقه واعرفي الطريقه، والكميات بقى اعمليها بالطريقه اللي انت عايزاها. يعني انا مثلا عملتها بربع كيلو، اعمليها انت بنص كيلو، مش هيقول لك لا. نوع المكرونه اللي اسمها الملكه اللي هي اللون الاحمر ده مش حلو. الازرق بتاعها الملكه برضو، بس الازرق بتاعها تحفه، احسن من دي مليون مره. بس انا ما لقيتش في المكان اللي انا قاعده فيه دلوقتي غير اللي هو الاحمر. تمام. ما تبقيش تجيبيه، لما تلاقيه ما تبقيش تجيبيه، هاتي الازرق. بعد كده مسكت بقى ال4 بصلات، رحت قطعتهم زي ما انتم شايفين. عايزه اضربهم بالكبه بس خليهم خشنين، تمام، برضو لان انا محتاجاه. انا عايزه البصل يبقى موجود علشان يديني كميه مع اللحمه، لان اللحمه اللي موجوده مش كتير. تمام. مسكت ال4 بصلات قطعتهم، قصدي ال4 جواهر، مش عارفه بصل ايه، ما ينفعش نقول عليه كده، نقول الاربع ايه، 4 دهبات، مش فاهمه يعني. المهم، ونزلت عليهم دوبك، بس قلبت تقلبتين وحطيت شويه سمنه. ما عندكيش سمنه صرفي نفسك وحطي شويه زيت، هتطلع زي الفل. كده كده اللحمه بتنزل الدهون بتاعتها. تقلبتين بس كده من البصل، وبعدين انزلي باللحمه بتاعتك وافضلي قطعي فيها كده لحد ما تخرز معاكي، تبقى كل حته لحمه لوحدها، تبقى مخرزه مش لازقه في بعضها. وبعد كده انزلي بالفلفل بتاعك، التوابل، ملح، كمون، فلفل اسود طبعا عشان ما تبقى الزفره. وشايفه اهي، انا عايزه المكرونه بتاعتي تبقى سواها كده، يبقى من جوه فيها حز كده لونه ابيض، عشان لسه هتكون سواها تحت هتكمل سواها تحت في الفرن بتاعي. تمام. وحطي على حطي على اللهم صل على حضرة النبي. حطي على لا حول ولا قوة الا بالله. لا انا في الطراوه خلاص كده. حطي على اللحمه بتاعتك 7 بهارات، معلقه صغيره من ال7 بهارات. تمام. عندي بقى البشاميل بتاعي ازاي اخليه كده جميل وجوسي، وتحسي ان هو زي ما يكون، زي ما قلت لك، فيه 10 كيلو جبن، من غير ما احط جبن، غير حاجه بسيطه خالص وهقول لك عليها. انزلي ب3 معالق كبار من السمنه. انا ما بحبش السمنه فيها كتير، زي ما انت شايفه كده حلو قوي. انا هعمل صينيتين يا جماعه، مش صينيه واحده. ونزلت عليهم بربع كيلو من الدقيق. هتعملي صينيه واحده، انزلي عليها بنص الربع. تمام. قلبتها تقلبتين 3، اوعي تخليها اكتر من كده. وبعد كده انزلي عليها بنص كيلو من اللبن، وهاتي مع شويه ميه من السلق بتاعك، سلق المكرونه، وحطي عليها، هتخليها لك تحفه، كريمي كريمي. ونزلت ب4 كوبايات، 4 حتت جبنه نستو، مفيش ما تحطيش، بس بصراحه بيدوهم طعم حلو غني، بتحس ان انت كانك حاطه جبنه كتير جدا. تمام. ايه اللي هيخليني احس ان انا حاطه ان البشاميل بتاعي كريمي؟ حاجتين: الجبنه اللي هي المثلثات، اي نوع، نقي اقل نوع عندك، مش هيقول لك لا، زي قلت لك ببركه ربنا والله الاكل هيبقى تحفه. تاني حاجه، بان انت محمرتيش الدقيق بتاعك. لو حمرتي الدقيق هيبقى لونه غامق، والبشاميل بتاعك هيبقى لونه غامق، ومش هيبقى كريمي ابدا. تمام. وبعد كده نزلت عليهم ايه التوابل اللي حطيتها على البشاميل. حطيت ملح وفلفل اسود وكمون. تمام. وممكن ما تحطيش كمون، عايزه تحطي جوز الطيب حطي، انا ما بحطهاش ابدا عشان انا عرفت ان فيها زيادتها حرمانيه، فما بحطش. بس هو الصراحه بينقلها في حته تانية، بس ما بحطش عشان حرام. تمام. يعني انا بقول حرام، يعني فيها شبهه، فانا مش عايزه ابقى فيها شبهه اصلا، فما بحطش. طب بتحطي عليها ايه تاني؟ بحط عليها مرقه دجاج اللي هي اسمها ماجي، طبعا هي مقاطعه بس هي موجوده عندي بقالها فتره. تمام. فحطيت 4 من مرقه الدجاج الماجي. بس ليه 4؟ عشان انا عملت صينيتين. تمام. لو انت تعملي صينيه واحده حطي 2 بس. وظبطي الملح بتاعك، ولو حسيتي انها محتاجه شويه ميه زودي لها شويه ميه تاني. لو انت ربنا كرمك كده وموسع عليكي زودي لها لبن، مش هتقول لا ابدا. تمام. تمام.
البشاميل ده تحفه وكريمي فوق ما تتخيلوا. انا بقى مسكت الصينيه دهنتها شويه سمنه، ما فيش سمنه حطي زيت، وبعد كده نزلت بشويه المكرونه، حطيت عليهم شويه لحمه مفرومه وشويه بشاميل، وقلبيهم في بعض زي ما انت شفتي كنت حطاهم في طبق اهو. قلبي 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 لحد ما البشاميل يبقى كتير كده، وبعد كده حطيهم في الصينيه زي ما بعمل كده دلوقتي. وانتي كمان كتري البشاميل عن كده، لان انا البشاميل بتاعي اثر معايا شويه ماشي. فكانت البشاميل فيها تحفه وجميله، بس انا بحبها زياده بشاميل. تمام، انتوا بقى زودوا البشاميل اللي عندكم. بس كده عملتها، وعملت الصينيه التانية كمان، ولا لسه ما عملتهاش؟ مش عارفه، ما خدتش بالي والله، من الرغي ما خدتش بالي. وانتوا موجودين معايا لحد دلوقتي، ما تنسوش تحطوا لي اللايك. شايفين والله البشاميل كان تحفه 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 بجد، كان حلو قوي قوي، وكان طعمه جميل، وكان كريمي زي ما انتوا شايفين، ولونه فاتح حاجه كده وهم. عملنا الصينيتين اهو. كان عندي بقى جبن، شويه جبنه رومي وشويه جبنه ممكن تجيبيها من عند اي حد على فكره، بقوا يبيعوا بسبب الاسعار اللي بقت غاليه، فبقوا يبيعوا الموتزاريلا، بيبيعوها سايبه، فعادي ممكن تجيبي ب 10 جنيه مثلا لو انت عندك جبنه رومي. كمان لو ما فيش جبنه موتزاريلا عندك هاتي رومي احسن، يعني انا بالنسبه لي بحط رومي على الوش افضل. تمام، كنا بقى حبيت ادلع العيال، فجبت بدي ب10 ودي ب10 وحطيتها على الوش. تمام، قلت ادلعهم كده. ليه في الدنيا بينا اللي هم، يعني ربنا يا رب يخلي لكم اولادكم. ده شويه ملوخيه عشان ناكل اي حاجه جنبها كده بالعيش. تمام، طبعا هي كده دخلت الفرن، بقول على الفرن عليها من تحت شويه، وبعد كده بفتح لما تستوي من تحت. هي كده مستويه، بس لما تبقى يعني خدت لون من تحت، بروح انا مولعه عليها الشوايه تاخد لون من فوق وخلاص. تمام، طبعا انا ما عنديش شوربه عشان اعمل الملوخيه، عملتها بالميه، والله كانت تحفه. شويه توم مع شويه سمنه اتقلوا، حطيت عليهم شويه ميه، وبعد كده لو انتي عندك شوربه حطي شويه شوربه في الحبه دول، وبعد كده انزلي عليهم. شايفين الملوخيه وجمال الملوخيه؟ ايه الحلاوه دي يا نوج؟ على فكره الملوخيه دي مجمده اسمها مونتانا، تحفه يا جماعه، احسن من بسمه 50 مره. تحفه 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 من هنا السنه الجايه. خضره لونها حلو، ما بتغمقش حاجه كده من الاخر. انا كنت اول مره اجربها، ان انا ما بحبش المجمدات عامه، بس الصراحه لما دقتها تحفه، ما تفرقهاش ابدا اصلا يعني عن الجاهزه، عن اللي انت بتعمليها في البيت. شايفين خضره ازاي؟ انا حبيت اوريها لكم من قريب كده. شايفين بقى؟ يا سلام، ايه المكرونه الجامده دي يا نوجه، تسلم ايدك. وباقل الامكانيات يا جماعه، وزي ما قلت لكم اللي عايز يكتر في المكونات يكتر، هو ان شاء الله يعني هتبقى احسن واحسن، بس بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي تحفه. كنت يعني قولي احسن مره عملت فيها المكرونه، كان طعمها ملوش حل. اللي بيفرق قوي في البشاميل زي ما قلت لكم الماجي بتدي طعم قوي حلو قوي قوي في البشاميل. والجبن بقى من فوق كده شايفه مديه شكل ولون تحفه، وطعم طبعا ما فيش كلام يعني، طريه جوسي مظبوطه في السوا بتاعها، لان احنا شلناها من على النار كانت لسه ما استوتش، فمش معجنه مش مكسره، مع ان اصلا نوع المكرونه ده مش حلو يعني. هو في الاصل زي ما قلت لكم الملكه بقت مش حلوه. انا قلت كميه منتجات في البتاع ده، في الفيديو ده مش طبيعيه. المهم هتلاقيها جوسي، هتلاقيها طريه، هتلاقيها معاكي سواها مظبوط، هتلاقيها معاكي من تحت واخده لون. بصوا كل حاجه عايزه تقوليها. الجبنه الرومي على فكره بتدي طعم حلو قوي من فوق، وبتخليها يعني عارفه تحسي انها حرشه كده، تخليكي ما تقفلكيش من المكرونه، تلاقي نفسك لا عايزه تاكلي اكتر واكتر، لان الوش بتاعها تحفه، احسن من البيض كمان، احسن من البيض مليون مره. بس كده، بتمنى انها تعجبكم، بتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنتات حلوه كده، ولو ليكم اي تعليق يا ريت تقولوا لي. انا بحب اسمع تعليقات.